في الفيديو ده ان شاء الله يا جماعه نتكلم على ازاي تبدا مشروع تربيه الحمام في المنزل باقل التكلفه. اقول لك باستراتيجيه بسيطه انا بداتها من بدايه الحمام البلدي لغايه ما جبت الحمام اللاحم الفرنسي، من اول تربيه الحمام البلدي لتاني ما ربيت الحمام اللاحم الفرنسي. بدايتي يا جماعه كان العشه دي زي ما انتم شايفين كده. ديت الفتحات، اهم حاجه المكان قبل ما تجيب الحمام. انا هعمل ان شاء الله فيديو تاني افضل حمام للتربيه المنزليه للذبح والتسويق والاكل. اهم حاجه تكون عندك الاماكن تكون مش متفتحه كلها، لا يبقى جنب 3 جناب او جنبين مقفولين، وعندك الجنب الثاني اللي هو القبلي ده قبلي مش بحري، قبلي، عشان لو البحري هيدخل لك هواء هيتعب لك الحمام تنفسي وبرد وهيبهدل الدنيا. القبلي ده بيدخل شمس يا جماعه، وفي نفس الوقت مغطي بحته زي دروه كده عشان بحيث الشمس ما تخشش مباشر على الحمام وتعمل له اجهاد حراري. ان انتوا عارفين ان احنا في فصل الصيف، والحمد لله احنا النهارده 1 اغسطس بفضل الله، او 2 اغسطس زي الفل والجو كويس اتحسن عن شهر 7. فعشان انت اول حاجه تظبط مكانك تنقي مكان يكون في اي مكان، في شقه، فوق السطح، في البلكونه، حسب دماغك انت بقى، تشتغل سلكات، تشتغل سايب، زي حسب دماغك. اهم حاجه المكان. وتاني شيء يا جماعه ان انت اهم شيء اللي هو الحاجات اللي انت الاكلات والحاجات اللي انت هتشرب فيها الحمام دي مهمه. يعني سقات زي دي، لو انت هتعمل حمام سايب وجماعي زي كده لابد تجيب السقات دي. السقات ديت بقى مش مكشوفه، ميه مش مكشوفه، ميه ما بيجيش عليها زرق، يعني ممنوع عليها ان هي يخش لها زرق عشان كتر الامراض. هو ده اللي بيتعب الحمام وما بينجحكش في المشروع وبتفشل فيه. تمام يا جماعه. السبته اللي قدامك ديت هي اللي كبيره للحمام عشان يبقى واخد سبت جنبه وبيض في سبت، عشان بحيث الانتاج يبقى شغال عندك باستمرار. جزء الحمام بيبقى له مكانين يبيض فيهم ويكونوا واسعين، زي السبته او العيون الطوب ديت ما شاء الله 50 في 50 حاجه مهوله، بيبيض فيها ويبقى قدامه الزغاليل بتاعته ما شاء الله. ان انا عندي لاحم ما شاء الله. اما الصفيح دي كان بتاعت البلدي الاول، تمام، دي بيبات فيها الحمام عادي من السقعه ما بيجي في فصل الشتاء. انتوا عارفين فصل الشتاء بيبقى فوق السطح، بيبقى صعب جدا، فبيتدرى فيها، عامل لهم تكعيبات زي الخشب دي عشان يقفوا يتكاثروا عليها ويبقى في تزاوج. يعني في امور لازم تبقى ماشي عليها مظبوطه عشان مشروعك ينجح. لا تنسانا باللايك الجميل، واللي ما اشتركش شرفنا اشتراكه. وصلى الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.